تبدأ القصة بفتاة شابة اسمها لينا تعمل في قسم التنظيف داخل فندق فاخر من فئة 7 نجوم. أثناء عملها يقوم مدير القسم بإهانتها بشدة ويصرخ عليها ويقول بسخرية إن أبناء القرى لا يليق بهم العمل في فندق راق كهذا. تغضب لينا وترد عليه بشجاعة وتسأله ما الخطأ في أهل القرى ولماذا يتصرف بعنصرية، وتؤكد له أنه وظفها لتعمل بجد لا ليحكم على أصلها أو مكان سكنها. خلال هذا الشجار يصل صاحب الفندق السيد فيكتور، وعندما يرى أسلوب المدير مع لينا يشعر بالاستياء الشديد. يسأله إن كان يطرد كل من يأتي من القرى، ثم يصدمه باعترافه أنه هو نفسه من قرية ومن عائلة مزارعين، ويسأله بسخرية إن كان يريد طرده هو أيضا. يرتبك المدير فورا ويبدأ بالاعتذار، محاولا تبرير كلامه بأن لينا مجرد عاملة بسيطة، بينما فيكتور رجل أعمال قوي وصاحب الفندق. لكن فيكتور لا يقبل هذا العذر، ويأمر بخصم جزء من راتب مدير التنظيف كعقاب، وفي المقابل يرفع راتب لينا لأنها تعرضت للظلم رغم عملها بإخلاص. بعد ذلك بقليل تصل فتاة متعجرفة تدعى كارين وتتحدث مع فيكتور بثقة وغرور، مدعية أن الفندق يعود لها جزئيا وأن لها الحق في التصرف كما تشاء. تأتي معها فرقة ملاكمة خاصة بها. يتضح لاحقا أن كارين مقاتلة محترفة وتنتمي لفريق منافس لعلامة فنادق فيكتور، وتقوم بتحديه للدخول في منافسة مباشرة مع فريقها. في تلك اللحظة تجلس لينا بهدوء بجانب فيكتور وتناديه باحترام، مظهرة دعمها وولاءها له. يبدو للجميع أن السيد فيكتور على وشك أن يهزم تماما على يد هذه الفتاة. تدخل كارين ساحة القتال وتبدأ بضرب حراس فيكتور واحدا تلو الآخر وتطرحهم أرضا بسهولة، لا أحد منهم يستطيع إيقافها. بعد قتال طويل يتضح أن كارين قد هزمت جميع رجال فيكتور. في تلك اللحظة تتقدم لينا إلى الأمام وتواجه كارين مباشرة وتقول إنها ستقاتلها بدلا من فيكتور. ينظر فيكتور إلى لينا بدهشة ويخبرها أنه إذا استطاعت هزيمة كارين فسيمنحها مكافأة مالية كبيرة جدا، كما يعدها بزيادة ضخمة في راتبه. تبدأ لينا القتال وتمسك كارين بقوة وتفاجئ الجميع بمهاراتها العالية. لا تكتفي بهزيمة كارين فقط، بل تتعامل أيضا مع الحراس الذين جاءوا معها. في النهاية تجبر كارين على التراجع والمغادرة وهي مهزومة. يندهش فيكتور بشدة من لينا وينظر إليها غير مصدق، ويسألها كيف استطاعت التغلب على مقاتلة قوية مثل كارين. تجيبه لينا بهدوء أن والدها دربها على القتال منذ أن كانت صغيرة. بعد أن تهدأ الأمور تعود لينا إلى عملها، وبينما فيكتور يهم بالمغادرة تنزلق فجأة وتسقط مباشرة بين ذراعيه. في تلك اللحظة يشعر فيكتور بقربها الشديد، ويلاحظ أن وجهها ليس غريبا عليه، وحتى رائحتها تثير في داخله شعورا مألوفا، وكأنه التقاها من قبل لكنه لا يتذكر أين. يسألها فيكتور إن كانا قد التقيا سابقا. تنكر لينا بسرعة وتقول إن ذلك مستحيل، فهناك فرق كبير بين مكانتهما الاجتماعية، وهي مجرد فتاة بسيطة من القرية تراه لأول مرة. يتركها فيكتور ويمشي خارج الفندق، لكنه يظل مشوشا، يفكر فيها ولا يستطيع التخلص من هذا الإحساس الغريب الذي يربطه بها. تجلس نورا في البيت مع 4 أطفال صغار، وهم أبناء صديقتها لينا. في صباح أحد الأيام تستيقظ نورا مبكرا وترتدي أفضل ملابس تملكها. تخبر الأطفال بأنها أخيرا وجدت رجلا غنيا ستتزوجه، وتقول إنها ستتركهم ليعيشوا مع أمهم الفقيرة لأن هذه الحياة لم تعد تناسبها. تبدأ نورا برمي كل شيء تملكه حتى ملابسها القديمة، وكأنها تقطع علاقتها بالماضي تماما. بعد قليل يصل دانيال مساعد السيد فيكتور ليأخذها. يسألها عن حقائبها فتخبره بأنها رمت كل شيء في القمامة لأنها تبدأ حياة جديدة.
يتفاجأ دانيال من تصرفها ويشعر أن سلوكها غريب ومتهور. تصل نورا إلى سيارة السيد فيكتور. يخرج فيكتور كيسا صغيرا فيه أعشاب طبية ويسألها إن كان لها. تفكر نورا قليلا ثم تكذب وتقول نعم، هو لها. في تلك اللحظة تمر لينا صدفة وترى نورا. تناديها بصوت عال وتسألها ماذا تفعل هنا. تقترب نورا بسرعة من لينا وتحاول إخفاءها عن السيد فيكتور حتى لا يحدث أي لقاء أو مواجهة. نعرف بعدها أن نورا ولينا صديقتان من نفس القرية، وأن الأطفال الأربعة هم أبناء لينا. تخبر نورا لينا بسعادة أنها ستتزوج رجلا غنيا. تنظر لينا إلى الكيس الصغير وتقول إن هذا الكيس ضاع منها وهو ملكها. تسرع نورا باختلاق عذر آخر وتتجنب قول أن السيد فيكتور هو من وجده وأنه سبب هذا الزواج. تطلب لينا من نورا أن تقابل الرجل الذي سيتزوجها لتسلم عليه لأنه سيكون زوج صديقتها، لكن نورا ترفض فورا ويبدو عليها الخوف الشديد مما قد يحدث لو التقياه. نورا تقول للينا أنها لا تريدها أن تراه حتى لا تتعرف عليه، وتكذب عليها وتخبرها أن زوجها لا يحب مقابلة أي نساء أخريات لأنه شديد الغيرة عليها ويحميها بشكل مبالغ فيه. بعد ذلك تعود لينا إلى البيت فتجد أبنائها الأربعة في حالة سيئة جدا، ملابسهم متسخة ويبدون مرهقين وجائعين. المنظر يكسر قلبها، فتجلس معهم وتعدهم أنها ستعمل بجد كبير من أجلهم وستوفر لهم حياة أفضل، وتدفع الإيجار وتتحمل كل مسؤولياتهم، وتطلب منهم أن يصبروا معها في هذه الفترة الصعبة. عندما تخرج لينا من المنزل لتعمل، يقرر الأطفال من تلقاء أنفسهم أن يساعدوا والدتهم، ولكن بطريقتهم البريئة والطيبة. يفكرون أن أفضل حل هو البحث عن والدهم الحقيقي حتى يتحمل معهم المسؤولية ويساعد أمهم في مصاريف الحياة وضغوطها. في نفس الوقت تصل نورا إلى قصر السيد فيكتور، وبمجرد أن ترى الفيلا الضخمة تصاب بالذهول الشديد. تظهر في عينيها سنوات طويلة من الفقر ممزوجة بالطمع. أول شيء تفعله هو رمي حقيبة ملابسها جانبا، وتقول لنفسها أن السيد فيكتور بالتأكيد سيشتري لها ملابس فاخرة وغالية. تدخل نور القصر وترى الخدم يستقبلونها بالهدايا المصنوعة من الذهب والألماس، فتلمع عيناها من شدة الفرح والجشع وهي تنظر حولها لكل ما يحيط بها. تقترب نورا من السيد فيكتور فجأة وتخبره بأنها تحبه منذ 6 سنوات كاملة، وتحاول أن تقترب منه وتقبله أمام الخدم دون خجل، لكن فيكتور يوقفها فورا ويطلب منها أن تهدأ، ويخبرها أنه يفهم المشاعر، لكن الحب ليس رخيصا إلى هذه الدرجة. يذكرها بأنهما التقيا مرة واحدة بالصدفة، ثم التقيا مرة أخرى بعد 6 سنوات، ويطلب منها أن تتوقف عن الكذب والتمثيل، وأن تدعي أنها كانت تحبه طوال هذه السنوات. يعتقد فيكتور أن الحب يجب أن يأتي في الوقت المناسب، لكنه يشعر في نفس الوقت أنه لا يستطيع تحمل نورا، رغم أنه كان يبحث عنها لفترة طويلة. في الوقت ذاته تحاول نورا استخدام طرق وحيل مختلفة لتقترب منه، لكنها تفشل باستمرار. في اليوم التالي تودع لينا أطفالها الأربعة وتذهب إلى العمل. الأطفال وهم عازمون على مساعدة والدتهم يقررون البحث عن والدهم الحقيقي. يصنعون لافتة كبيرة مكتوب عليها أنهم يبحثون عنه. أثناء عبورهم الشارع كاد أحد الأطفال أن يصدمه سيارة، لكن السيد فيكتور يراه ويركض لإنقاذه بسرعة. يأخذه إلى المستشفى على الفور. يقول مساعد فيكتور مازحا إن الطفل يشبهه قليلا، فيحذره فيكتور من الاستمرار بالمزاح وإلا سيخصم راتب شهر. عندما تسمع لينا عن الحادث تسرع إلى المستشفى لتكتشف من الطبيب أن ابنها نقذ بواسطة والده. لقد تبرع فيكتور بدمه للطفل وكان مناسبا تماما. تصدم لينا وتقرر أن تخفي عن فيكتور حقيقة أن هذا طفلها، لأنها تخشى أنه قد يأخذه منها بسبب ثروته، معتقدة أن المال أهم عنده من المشاعر.
لاحقا تتابع لينا حالة طفلها، وما زال فيكتور لا يعلم أن الطبيب اكتشف بالفعل أن الطفل ابنه. في الوقت ذاته يبدأ فيكتور في الشك بأن هذا الطفل قد يكون ابنه بالفعل بعد أن تذكر لقاءه بلينا قبل 7 سنوات. يصل فيكتور إلى القصر ويرى سو تتصرف بعنف، تضرب الخدم وحتى كبار السن من الموظفين. يغضب فيكتور ويرد عليها بحذر دون أن يضربها مباشرة، ثم يسأل سو عن كيفية لقائهما في الماضي ليعرف إن كانت تقول الحقيقة. تشرح له سو أنها التقت به قبل 7 سنوات على جزيرة، وأنها أنقذته من خطر، وحدثت بعض الأمور بينهما لكنها كانت تحميه. في الوقت نفسه يتحقق الأطفال من نتائج اختبار القمامة، متفكرين كيف أن والدتهم ألقت شيئا مهما في القمامة، ويدركون أن فيكتور هو والدهم البيولوجي. في هذه الأثناء تذهب سو إلى فندق لينا لتستكمل سرد القصة. كانت سو تعمل في الفندق متخفية لأنها كانت تخطط لإحداث المشاكل لشياه. في نفس الوقت التقت لينا بمدير قسم الفندق وعرض عليه مبلغا كبيرا من المال ليقوم بفصل شياه حتى لا يعرف فيكتور الحقيقة أو يتمكن من الوصول إليها. نفذ المدير الأمر وحاول فصل شياه، لكن فيكتور وصل في الوقت نفسه ووبخ المدير بشدة. دافعت شيا عن نفسها وشرحت أنها تأخرت ذلك الصباح لأنها ساعدت امرأة مسنة. حاول المدير اتهامها بالكذب وطردها، لكن في تلك اللحظة وصلت المرأة المسنة وشكرت شيا على لطفها، مما أثبت أن شيا كانت صادقة. لم يجد المدير أي مبرر لتصرفاته. أعجب فيكتور بشجاعة شيا وإنسانيتها وأعطاها مكافأة، مشيدا بأخلاقها. بعد فترة قصيرة وصل شاب يدعى شين، صديق الطفولة وزميل الجامعة لشياه، وعند رؤيتها ركض إليها وعانقها بقوة، وشيا ردت عليه بسعادة. ومع ذلك بدا فيكتور غاضبا وطلب من مساعده إلغاء المكافأة على الفور. في الوقت نفسه شعرت سو بالإحباط من كل الجهات. لم تكن تريد أن ترى شيا سعيدة، وكانت تريد محو وجودها من حياة فيكتور حتى لا يلاحظها هي أو الأطفال. لاحقا أهدى شين لشيا بعض الفطر من بلدته. في نهاية اليوم عادت شيا إلى المنزل وطبخت الفطر للأطفال، وأخبرتهم أنها مضطرة للذهاب إلى العمل، لكنها أعطتهم رقما للاتصال بها إذا احتاجوا أي شيء. تناول الأطفال الطعام وبدأوا يشعرون بشيء غريب، وكأنهم يرون أو يحلمون بأشياء غير واقعية. بعد ذلك ذهبت شيا إلى الشركة وأحضرت بعض الفطر لفيكتور، قائلة إنه يجب أن يجرب الفطر الذي تحصل عليه من بلدتها كل عام، والمزروع خصيصا على يد السكان المحليين. تذوق فيكتور الفطر وأعجب بطعمه، وقال إنه سيشتري كمية كبيرة للفندق لأنها لذيذة جدا. لكن بعد دقائق قليلة بدأ فيكتور يتخيل أشياء غريبة، وكأنه يرى فطرا على رأس شيا، وبدأ يحاول لمس رأسها، وتحولت الأمور بسرعة إلى حالة من الفوضى والارتباك. أثناء الحفل استمتع فيكتور بالأداء كثيرا. قامت شيا بالتحضير بسرعة، فقامت بقص شعرها لتكون جاهزة للفعالية. دخلت وبدأت في أداء عرضها، وأعجبت الجميع وخاصة شين الذي اكتشف باستمرار مهارات جديدة لديها. وكان هذا بفضل سو، لأنه في كل مرة تحاول سو إيقاع شيا في مشكلة يبدو أن القدر يقف إلى جانب شيا بدلا من سو. بعد انتهاء العرض قام فيكتور بترقية شيا لتصبح مديرة الفندق، كما اتصل بالشرطة لإلقاء القبض على المدير سان بعد أن اكتشف أنه أضاف مادة سامة عمدا للفطر والتي كانت تحمل شيا خطأ بالكامل. في الوقت نفسه حاولت سو الهروب من الحفل لتجنب أن تكتشف، وأثناء خروجها اصطدمت برجل مسن وسكبته وطالبت بتعويض لأنه لمس ملابسها. بدأت في استغلال الموقف لصالحها والتلاعب بالرجل العجوز. في تلك اللحظة ظهرت شيا ودافعت عن الرجل المسن، لكنها لم تتعرف على سو لأنها كانت متخفية وتخفي وجهها. بعد صراع قصير اكتشفت شيا أن الشخص المتنكر كان سو. عرضت سو على شيا مبلغا كبيرا من المال مقابل ترك الفندق،
واقترحت عليها الزواج من زميلها شين بدلاً من ذلك، لكن شيا رفضت العرض. حاولت سو إشراك الحراس في الموقف، لكن فيكتور وصل في الوقت المناسب وأوقف الفوضى. تبين أن الرجل المسن الذي حاولت سو مضايقته كان جد فيكتور، فصدمت سو عندما أدركت من كان أمامها. أشاد جد فيكتور بشيا وقال إنها هي التي أنقذت فيكتور وليس سو. غضب فيكتور بشدة وأخبر سو أنه لا يريد أن يرى وجهها مرة أخرى. لاحقا أخذ الجد شيا في جولة تسوق واشترى لها أحدث الأجهزة وأطنانا من الملامس، وكل ذلك على حساب فيكتور. صدم فيكتور عندما تلقى إشعارا يظهر المبلغ الكبير جدا الذي سحب من حسابه، وكأن قلبه توقف من شدة المفاجأة. بعد التسوق غادر الجد بعد أن أجرى مكالمة هاتفية، ثم توجهت شيا إلى متجر حقائب اليد وقررت شراء حقيبة لوالدتها باستخدام أموالها الخاصة. وعندما اختارت الحقيبة صدمت من السعر، لتكتشف بعد ذلك أن البائعة شايا كانت تتعرض للتنمر في القرية بسبب ثروتها وأطفالها، لكن السيد فو وصل فجأة وأنقذها من الموقف، وطرد من يسيئون إليها، واشترى لها كل الحقائب والهدايا في المول. شايا شعرت بالامتنان وودعته بعد تقديم أعشاب تساعده على علاج الأرق. لاحقاً، تشينغ الذي يراقب الأمور يغار من اهتمام فو بشايا، لكنها تشرح له أن فو أغنى رجل في العاصمة وأنها مجرد فتاة عادية. الأطفال يلاحظون إعجاب فو بوالدتهم ويحثونه على إسعادها. فو يبدأ يكسب قلب شايا بحركات لطيفة ويظهر اهتمامه بها وبعائلتها. خلال الوقت فو يدخل معها في تحديات ومسابقات، بما في ذلك سباق ملاكمة، حيث تفاجئه شايا بمهاراتها وفنون القتال التي تعلمتها منذ طفوليتها. يظهر بينهما انسجام قوي وذكريات من الماضي تربطهما ببعض. تتعقد الأمور عندما تحاول سو التلاعب بشايا وإيذاءها بمفعول المخدر، لكن فو يصل في اللحظة المناسبة وينقذها، ويكتشف أن شايا هي الفتاة التي أنقذته من قبل. بعد هذه الأحداث تصبح شايا أكثر قوة وثقة بنفسها، وتركز على حماية أطفالها الأربعة. فو يظهر ولاءه وحبه الحقيقي لشايا، ويساعد أهل القرية في العمل الزراعي، ويثبت أنه رجل مسؤول وجدير بالثقة. والد شايا يوافق أخيراً على الزواج بعد رؤية التزامه وإخلاصه، وشايا تثق به تماماً. في النهاية يقيمون حفل زفاف جديد، ويعلنون حبهم رسمياً أمام الجميع، ويبدأون حياة جديدة مليئة بالحب والأمان والأطفال بعد كل الصعوبات والتحديات التي واجهوها.